لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1033 لوانا كاين تفسير القرآن بيروز بهم وخزمتان ومن بست رزامان رب العالمين وهوادان بأوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بەڵێ خۆشەویستان هەر لە درێژەوە ئاتانێک کە خوای گەورە سوبحانەوە وتعالە باز لە منافقەکان دەکا کە لە ئاەت پێشتر باسی لەوە کرد کە ئەوان کاتێکەوە باس لە خوا سوبحانەوە وتعالە باس لە پێغەمبەر باس لە ئەصحاب و لە قوڕا و لەوانە دەکەن بەگاڵتە باسی دەکەن مەبەستیان جددی نییە. رب العالمین دەفەرمی پێیان بڵێ لا تعتەذیروا عوزر مەینەوە ئەنگۆ کوفرتان کرد لە دوای ئیمان ئەگەر لە تاقمێکش لەنگۆ خۆش بین ئەوانی کە تەوبەیان کردێ لەوان کە خۆش نابن کەوا مجرمن بەردەوامن لەسەر نێفاقەکەی خۆیان. ابن عاشور دا مناسبەی و ئاتە لەگەڵ ئەوەی پێشتر لما كشف الله أمر استهزائهم كاتك الله تعالى كشفي كر أوان كو استهزاء بدين دكن أردفه بإظهار قلة جدوى اعتذارهم لردا باس لو ذكا كوا هرتسند اعتذار بخوازن حز استفادينيا إذ قد تلبسوا بما هو أشنع وأكبر مما اعتذروا عنه يتر لبروي أوان شتيشان لها تزي خراب تلوي كلو عزري أوان هنايتيانوا وهو التباس بالكفر بعد إظهار الإيمان بويك وأوان توشي كفر بوين لدواي إيمان كان فإن الله لما أظهر نفاقهم كاتك الله تعالى نفاق وان بديار خص كان مما يصدر عنهم من الاستهزاء أهون كواتك أخوائي قول سبحانه وتعالى استهزاء واني كاتك بابن النفاق أواني بدر خص يتر أو استهزاء أوان دي كان مقارنة بو كفري كوانا وضل يعني كأخوائي قول بديار خصتيا أهون ترى. لا تعتذروا أي يا رسول الله قل لهم لا تذكروا اعتذارا فإنها لن تنفعكم كواتا اعتذار ميننوا لبروي سود تامبينا جيني قد كفرتم بعد إيمانكم أي قد أظهرتم الكفر باستهزائكم بدين الله بعد أن كنتم تظهرون الإيمان كواتا بو استهزائك كرتان كفر خوتان بدياري خص لدواي أوي كواواتان نشان دكوا إيمان دارا وارها بو معناش لك دريتو قد كفرتم باستهزائكم بالله وآتي ورسوله بعد أن كنتم مؤمنين أخبو شوش لك دريتو كواتا كفر تانكر بتي بسبب استهزاء بالله سبحانه وتعالى بآتكاني وببيغمبر كيكر صلى الله عليه وسلم لدواي أوي كانوا إيمان دار بون كواتا يعني وتا يعني هر بسبب أو استهزاء كافر بون يعني وتا بو استهزاء كفركي خوتان بديار خست بهردم الشوال يقدريته. إذا الآية تدل على بطلان قول من يقول الكفر لا يدخل إلا في أفعال القلوب. كواتو بلغي لسر أوي كوادلين الكفر لا يدخل إلا في أفعال القلوب. هندك دلين قوا كفر إلا لا أفعال كان ضلات سوزاني أو بوقسي يعني بوكر كذا وشاهد لسر كفر كي نا أو تدفر أو استهزاء كفرة كواتو قولي شيء في كافر ده بيشتني إلى كابر لا ضلوبري والله كافرة دڵش خۆ کەس نابینی خوا نەبی سبحانه وتعالى کەواتە ئاتە بەڵگەیە لەسەرەوەی ئەو کەسانەی کە دەڵێن کوفر ئیلا لە ناو دڵە ئەمە نازانین ئەو قسەیە باتیلە فەرموو ئەو قسەی کە دەیکەن ئیستهزاکە خوای گەورە بەوەی کوفرتان کرد. لە صارم المسلول ابن تيمية دەڵێ دەربارەی مستهزیئەکان دەڵێ ئەنەهم كفار بالقول بەو قسەی کە دەیکەن ئەوانە کافرن مع أنهم لم يعتقدوا صحته ئەگەر چی
تەنها بە قسە کردیتیان لە ناو دڵەوەش دەزانن وانە بەڵام بەو قەولێ پێی کافر دەبن ئیتر دەرەوە بابەتێش فراوانە و فقهەکەی لەوەیدا أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم کەواتە ئەگەر لە دڵەوە تەصدیق و بەڕازدانین هەبی منعی ئەوەی دەکا کەوا قسەیەک بکاتن کەوا کوفر بی وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف بالله سبحانه وتعالى کەواتە ئەگەر ڕاست بکەن ئیمانێکی ڕاست لە دڵ هەبی ئەوان لێمەنع دەکا کە بێ قسەیەک بکە یان کردەوەیەک بکە کە ئەوەی لێ بخوێندرێتەوە استخفاف و با بڵێن بەکەم تەماشاکردن و بە سووک تەماشاکردن بی لە بۆ خوا سبحانه وتعالى ياخذ والعياذ بالله لە بۆ دینەکەی كما أنه يوجب المحبة والتعظيم أجر إيماني راست دروس بي تي لباش دكوي أو كوا محبة والتعظيم هب برامبر بخوا سبحانه وتعالى نوع استهزاء واستخفاف وأهل على مجموع فتاوى دلي أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم كواتلير أخوي جور باز دكا وأنا كفر يعني كل دواء إيمانيان مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له لكاتك دعوان دلين إما أو قصي أجرتي كفري شكل ديتمان بلام لضلوا نما كده بلكو مجرد إنما كنا نخوض ونلعب خاي يقول فالنخير كافر بون وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر وبيان ذكا وآتك قال تكردن بآياتك أن خاي يقول كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام كسيك استهزاء بدين خوابك بي كافر دبي وبلغي لسرك سينجيشي ضليشي بيكراوي بو كفري كذيكا ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام أجر إيمان لضلها بوا منع دكلويك وأقصيبك لزاد الميعاد ابن القيم ضلع فكيف حكم عليهم بالكفر ومع ذلك لم يقم عليهم الحد باش أخوي يقولوا آتا حكمي كفر بسر منافق كان دادا أدي لبرتسي إقامي حد يعني لسر نكرا كوا لدواي إيمانيا كافر بونولو وكو حد ردان لدرناكري الجواب لأنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كواتب يعني صلى الله عليه خوي كوا منافق كاين نكشتيا ولا قال أوش كخوي قبل بدياري خستي أنا كافر بوينا لبوتسيا لبوت تأليف قلوب والله كان كوبنو ولا خدمة بيان صلى الله عليه وسلم وجمع كلمة الناس على تو خلشي كوبنو لدور بيان صلى الله عليه وسلم وكان في قتلهم تنفير يترقى بيان صلى الله عليه وسلم بكشت بها خلق دور دكوتوا والإسلام بعد في غربة لكاتك ذاك إسلامتي وتعزة غريبة لنا وخلشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص شيء على تأليف الناس وبيغمبر صلى الله عليه وسلم زور حريص بلا سركوا خلشي ليكوب بنوا وأترك شيء لما ينفرهم عن الدخول في طاعته وهذا أمر كان يختص بحال حياته صلى الله عليه وسلم كواتا في صلى الله عليه وسلم لهمو كسيك زياتر أو شتي ترك ذكر كوا خلشي ببتماعي أو خلشي تنفير بكاو دور كوتو لدينكي يتروا شتش تايبد وبيغمبر صلى الله عليه وسلم لبجياني في صلى الله عليه وسلم كواتا كخواي قور بديارش خستبو كوا أنا كافر نشد كشتن لبر أوي وكل حديث دهاتيا لئلا يقولوا بأن محمدا يقتل أصحابه تاو خلق نرى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابي خوجك ظاهرا أو أخويا مسلمان نشان ده نرى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابي خويدا كوجي إتر أو التايبة بجياني بيغمبر صلى الله عليه وسلم إن ذا أخوي يقول دفهم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أجر لتاقمش لنقول خوج من كتوبيان كرديا لو أن كخوجنا من كوا مجرم توبيان كرديا مجرمين أي مذنبين أو كافرين كواتا أواني كوا مجرما واتا مجرم التاوانيا أنزام ده يأخذ كافرا والجرم بالضم لا يطلق إلا على الذنب الغليظ كواتا مجرم أو كجرم أنزام ده جرم معنا تاواني جوري أنزام ده أجب ملاحظة يمكن القرآن بيروز لزور بزجاج كان كباز لمجرمان دكا باز لكافران دكا لبر جورترين زريمة كفر كرنا بخوا سبحانه وتعالى وأتمنى أتكوالي أي إن نعفو عن جماعة منكم لتوبتهم الصادقة أجل لتاخمق لنجو خوش بين كوا توبيش رازقوي كرديا نعذب جماعة أخرى منهم بسبب أنهم كانوا
مقيمين على كفرهم مصرين على نفاقهم والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير توبة. کەواتە ئەگەر لە کۆمەڵی خۆش ملوانەی کەوا وایان گوتی بەڵام تەوبەتی ڕاستگۆیان کرد لیان خۆش بین، بەڵام ئەوانەی کەوا مصرن لەسەر کوفر و نیفاقەکەیان و تەعنە لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم تەوبە ناکەن، ئەوان سزا دەدەین. ئیتر لە تەفسیر سعد دەڵێ التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما. بەڕاستی تەوبە لە هەموو گوناهێک خوای گەورە قبولی دەکات، هەرچەندە گەورەش بی. لۆی خوای گەورە دەفەرمی لە دوای ئەوانە کافر بووینە بۆ ئیستهزای کە کردیتیان، ئینجا خوای گەورە دەفەرمی ئەوانەی کە تەوبەیان کرد لێیان خۆش دەبین. لا مجموعی فتاوا دەڵێ دل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا. کەواتە ئەوان ئەو ئاتان بەڵگێ لەسەرەوەی کەوا ئەوان لای خۆیان کوفریان نەکردیە، يعني ئەوەی کە ئەو قسەی کەوان کردیتیان لای خۆیان کوفر نییە، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. ئەوان وا گومانیان بردی ئەو ئیستهزای کە کردیتیان ئەو کوفر نییە. فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر. بەڵام ئەو ئاتانە بە دیار دەیەخیکەوە گاڵتەکردن بە الله تعالى بە ئاتەکانی بە پێغەمبەرەکە صلی الله عليه وسلم کوفرە. يكفر به صاحبه بعد إيمانه. هەر کەسێک گاڵتە بە الله تعالى سبحانه وتعالى بە پێغەمبەرەکەی صلی الله عليه وسلم بە ئاتەکانی بکە، ئەوە كفرك بي لإيمان ديت دل أجر إيمان دارج بي، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف. فتواتان بالغير سروا كواوان إيمانش لاوازيان هبوا، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم. يتر أو كار حراما كالكواديان زاني حراما، ولكن لم يظنوه كفرا. برام نيان زاني كفر، برام ديان زاني حراما، وكان كفرا كفروا به. بەڵام لەبەرەوەی کوفرە ئەگەر ئەوان حکمەکەشیان نەزان پێ کافر بوون فإنهم لم يعتقدوا جوازه. بەرخۆ دەیانزانی حرامە، دەیانزانی جائز نەبیکەی، بەڵام هەر پێ کافریش دەبن ئەگەر نەزان ئەوە کوفرە، مادام دەیانزانی جائز نییە هەر پێ کافر بوون. ئیتر هەر لە صارم المەسلولی دەڵێ أن الكافر بعد إيمانه قد يعفى عنه وقد يعذب. ئەو کافرەی کەوا لە دوای ئەوەی ئیمانی هێنا کافر بوویتەوە لوانەیە خوای گەورە لێی خۆش بی بۆی کەوا تەوبە بکە، وقد يعذب لوانەیە سزا بدرێ، وإنما يعفى عنه إذا تاب. كاتێک خوای گەورە لێی خۆش ئەگەر تەوبە بکە فعلم أن توبته مقبولة. کەواتە ئەو کەسێک کەوا کافر بووە لە دوای ئیمان هینان مرتد بوویتەوە کافر بووە، بەڵام کە تەوبەی کردیە ئیویش تەوبەکەی مەقبولە، بەڵام ئەگەر بەردەوام بی لەسەر کوفرەکەی خۆی بەتەئکید تەوبەکەی مەقبول نییە، یاخود خوای گەورە لێی خۆش نابی سبحانه وتعالى. إذا لدواتر دفرم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق كان لبيوان وأفرتان هميان بعضهم من بعض واتا بابلين دوستي يكترين هميان صفة أوان تدا يأمرون بالمنكر فرمان دكن بخرافة وينهون عن المعروف نهي دكن لكارساك ويقبضون أيديهم دست خوان قرتيت ونابخشن نسوا الله فنسيهم. أوان الله تعالى لفكر كردي الله تعالاش أواني ولفكر كردي واتلا رحمة خوي ببشاني كردي إن المنافقين هم الفاسقون. بيقمان منافق كان هر أوان فاسق درتون. رازي دالي مناسبة أو آتا لقال أوي بيشوتر أنها شرح لنوع آخر من أنواع فضائح المنافقين وقبائحهم. كواتا لردا باز لزوري شتر لا كار قبيح وقيزونكان منافق كان دكا، والمقصود بيان أن إناثهم كذكورهم. يتلير دا خواي قرباني أو دكا أفرتكانشيان وكبيا وكانيانا في تلك الأعمال المنكر والأفعال الخبيثة، جنكانشيان وكبيا وكانيانا لكردوا خرافة كانيانو لا نية خرافة كانيان وكويكن. ابن عاشور دلي وأيضا فهذه الآية احتراس عن أن يظن المنافقون أن العفو المفروض لطائفة منهم هو عفو ينال فريقا منهم باقين على نفاقهم. كواتا ديسانش أو آتا احتراس واتا خواهي قولا بياني أو ذكات كوا منافق كان باواتينغن بمنافق كان واتينغن كوا أو عفوي كوا لآت بيش إن عفو عن طائفة منكم لبوكسانيك كوا لسن نفاق خوان بردواما، فعقب ذلك ببيان أن النفاق حالة واحدة. نخير خواهي قول بيان ذكا منافق هذه يك حالة، وأن أصحابه سواء خاونا كانيا وكو يكن لبياو لأفرتاكا لبياو أفرتكانيا
ليعلم بذلك أن افتراق أحوال بين عفو وعذاب لا يكون إلا إذا اختلفت أحوالهم بالإيمان والبقاء على النفاق. كواتك أخوي قرد فرمي أجر لهندشان خوش من هندشان سزادين واتأوان سزادين كوا بردوام لسنفق أو جنبيان بياو ولوانش خوش دبين أواني كوا توبيان كرديو پشیمان لنفاقكي خويان لوان خوش دبين اگرنا تبيا وبيتس افرد بردوام لسن نفاقكي خوي او مستحيل خوي جور سبحانه وتعالى لكسان خوش بكوا كافر بوينوا بو استهزاي لدواي ايمان هنانيان والله اعلم. اثر ديار اتك زورشي تلما كوات مفسرين باز دكن بلان لبرتوابوني كات دوستين فبشتواني خوي جور لواني داتو دينه وخزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.